انتم دلوقتي جه ميعادكم مع برنامج المشخصاتي مع إيمان علي على راديو مبدعون. يا مساء الخير والسعادة على كل مستمع راديو مبدعون، معاكم أنا إيمان علي في برنامج المشخصات. في حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن عبقري الموسيقى المصرية والعربية وصاحب الألحان المبدعة سيد درويش. خلونا في البداية نعرف كده شوية تفاصيل عن حياة سيد درويش. اتولد سيد درويش في 17 مارس سنة 1892. اتولد في حي اسمه كوم الدكة وده موجود في اسكندرية، وهو كان من أسرة بسيطة جدا. اتعلم في الأول في معهد ديني في مسجد من مساجد اسكندرية وهو مسجد العباس المرسي، وهناك حفظ القرآن الكريم كله بالتجويد. وبعد ما اتخرج منه حصل على لقب الشيخ سيد درويش، وبعد كده درس في جامع الأزهر لمدة 2 سنين، وللأسف سابه عشان يتعلم الموسيقى بشكل أكبر وأوسع. ولكن مع صعوبة الظروف اللي كان بيمر بيها سيد درويش في بداية حياته، وخاصة بعد وفاة والده، اشتغل كعامل بنا، وكان ساعتها عمره ما بيتعداش 15 سنة. فكان بيشتغل وهو بيغني بصوته المميز وألحانه الجميلة للعمال. ففي يوم بالصدفة سمعوا الممثل أمين عطلة وأعجب بيه جدا وأعجب بغنائه وألحانه، فقرر إن هو يضمه لفرقة أخوه سليم عطلة صاحب الفرقة التمثيلية. سيد درويش في بداية حياته كان بيعمل الألحان بتاعته وينسبها لملحنين مشهورين، لأنه كان بيخاف إن الناس يتريقوا عليه أو يستهزئوا بالألحان بتاعته. سافر بقى سيد درويش مع فرقة سليم عطلة لبنان، وهناك قعد 5 شهور، وبعد ما رجع قرر إن هو يعمل ألحان وينسبها لنفسه ويغنيها. بعد كده استدعاه الشيخ سلامة حجازي للقاهرة، واعجب بصوته جدا وقرر ان هو يقدمه للجمهور في واحدة من الحفلات اللي بيقدمها الشيخ سلامة حجازي. لكن في البداية الجمهور استقبله بطريقة مش لطيفة خالص، وده كان بسبب ان هو كان صغير في السن جدا. فخرج سلامة حجازي للجمهور وقال لهم جملة حلوة جدا في حق السيد درويش، قال لهم ان هذا الفتى عبقري المستقبل. وعرف سيد درويش سنة بقى 1918 إن هي نقطة تحول في حياته، لأن هي عرفته فيها على شخصيات مهمة جدا زي نجيب الريحاني اللي كان عنده فرقة مسرحية مشهورة قوي. فاشتغل بقى سيد درويش على تلحين الفرق مسرحية كثيرة قوي زي فرقة نجيب الريحاني وفرقة علي الكسار اللي كانت ساعتها منافسة لفرقة نجيب الريحاني. ده غير طبعا الفرق المسرحية الكثيرة اللي لحن لها سيد درويش. وفي سنة 1919 اتشهر سيد درويش أكتر بسبب أغنية اللي غناها، أغنية قوم يا مصر، ودي اللي اتشهر جدا بسببها واللي حققت نجاح كبير جدا ساعتها. وكان أول أوبريت خاص لسيد درويش هو كان من ألحانه، وكان بعنوان مارك أنطونيو وكليوباترا، واللي اتعرض على خشبة المسرح سنة 1920، وده كان بيعتبر حاجة سيد درويش خاصة بيه. تعتبر بقى ألحان سيد درويش دي من ضمن الفولكلور المصري، اللي منها ألحان بقى سلمى يا سلامة وهو ده اللي صار والحلوة دي، وألحان كثيرة جدا وأغاني عظيمة. كمان أغنية زوروني كل سنة مرة المشهورة، واللي كان سبب تأليفها إن كان في واحدة بيحبها جدا سيد درويش قالت له الجملة دي: ابقى زورني يا شيخ سيد ولو كل سنة مرة. فهو خد الجملة ولحنها وعملها أغنية. ومن أهم الأعمال برضو اللي عملها سيد درويش إن هو لحن النشيد الوطني بلادي بلادي، وإن النشيد الوطني بقى اتغير 3 مرات لحد ما وصل للنشيد ده. خلوني أعرفكم كده باختصار جدا إزاي اتغير النشيد وكان إيه قبل كده. بيقول إن في الأول خالص كان السلام الوطني هو كان السلام الملكي اللي اختاره الخديوي إسماعيل عشان يقدمه في افتتاح الأوبرا الخديوية اللي هي الأوبرا المصرية دلوقتي، واللي كانت مع الاحتفال بقناة السويس. وفضل السلام الملكي ده مستمر من سنة 1869 لحد ما بعد ثورة 52، وتوقف السلام الملكي لحد سنة 1958، واختاروا نشيد تاني وهو نشيد الله أكبر، وكان من ألحان محمود الشريف. وبعد كده اختار الرئيس جمال عبد الناصر نشيد الشعب اللي هو والله زمان يا سلاح، وده كان من ألحان كمال الطويل وكلمات صلاح جاهين وغناء أم كلثوم.
لكن بقى في سنة 1979 صدر قرار جمهوري بتغيير السلام الوطني، فاختاروا نشيد بلادي بلادي اللي من كتابات يونس القاضي وألحان سيد درويش. وعن حياة بقى سيد درويش الشخصية، ان هو اتجوز 4 مرات. كان بدايتها اول واحدة اتجوزها والدة محمد البحر، واخر واحدة اتجوزها كانت جليلة. في الاولانية كان اتجوزها وهو عمره 16 سنة وجاب منها ولد واحد وهو محمد البحر. ولكن بقى زوجته الرابعة والاخيرة وهي جليلة، واتجوزها سنة 1918 وجابت منه ولد اسمه حسن. ويقال ان معظم الاغاني بتاعته كانت لزوجته التانية جليلة. وتوفى سيد درويش في 10 سبتمبر سنة 1923 وكان سنه 31 سنة. ولكن مازال بقى سبب وفاة سيد درويش غامض لحد دلوقتي. ففي البعض بيقولوا ان هو مات مسمم من الانجليز اللي كانوا عايزين يخلصوا منه بسبب دعمه للثورة المصرية، وحطوله زيت الزرنيخ في العشاء في اخر بروفا ليه في المسرح. والبعض التاني بيقول ان هو مات بسبب سكتة قلبية. ويفضل السؤال ازاي سيد درويش مات. واتدفن سيد درويش في حدائق الخالدين في اسكندرية. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة مع الفنان سيد درويش. استنوني في حلقة جديدة على راديو مبدعون في برنامج المشخصاتي.